ايه هي الالعاب الاولمبيه وايه اصلها؟ ذا اولمبيك جيمز هو حدث رياضي عالمي بيجمع دول العالم زي كاس العالم كده في كره القدم، بس الاولمبياد بتبقى في العاب رياضيه كتيره فرديه وجماعيه، وبتتقسم فعاليات الالعاب الاولمبيه لشقين: العاب صيفيه والعاب شتويه. وكان الحدث بيتعمل كل 4 سنين، الالعاب الصيفيه في فصل الصيف والالعاب الشتويه في فصل الشتاء، وكان الكلام دوت بيحصل في نفس السنه. بس بعد اولمبياد 1994 بقت الالعاب الصيفيه والشتويه كل واحده منهم في سنه مختلفه، والفرق بينهم بيبقى سنتين. بس في نفس الوقت الالعاب الصيفيه بتتعمل كل 4 سنين، ونفس الكلام الالعاب الشتويه. وكده يبقى الالعاب الاولمبيه الجايه تكون شتويه في سنه 2026 وهتتعمل في ميلان، وده عشان الالعاب الاولمبيه الصيفيه اللي فاتت كانت في 2024 في باريس. نيجي دلوقتي بقى لشعار الالعاب الاولمبيه. هو عباره عن 5 حلقات متصلين ببعض ولهم خلفيه بيضاء، كل حلقة ليه لون بيرمز لقارة من قارات العالم اللي بيعيش عليها السكان. فالأزرق بيشير لأوروبا، الأصفر لآسيا، الأسود لأفريقيا، الأخضر لأستراليا، والأحمر لأمريكا. ولو خدتوا بالكم الشعار معمول من 6 ألوان ممكن نعمل منهم أي علم لأي دولة مشاركة في الأولمبيات، اللي هو يعني عاملين كده اهو علشان يبينوا اللي احنا بقى بنحب بعض ومتعاونين ومفيش حروب وكلنا واحد والشغل ده يعني.